بما أنه درجة الحرارة ارتفعت، قررت ندير كلاص بحجم عائلي زوين وبنين يبرد علينا في هذا الصهد. مذاق الكراميل والنوغا كيجي اكثر من رائع. قولوا لي نتوما شحال وصل درجه الحراره في مدينتكم؟ عندي هنايا كاس ديال سكر سنيده درتو يذوب حتى ولا لي كراميل، من بعد ضفت عليه كاس ديال اللوز اولا ممكن نضيفو كاس ديال الكاوكاو على حسب المتوفر. نديروه على ورق الطبق نخليوه حتى يبرد مزيان، نهرسوه ونديروه في هاشوار حتى يتطحن مزيان ويتهرمش. وما تنساوش الا وصلتوا حتى لهنا في الفيديو تخليو لايك وكومونتير زوين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. غادي نحتاج هنايا كريمه الحلويات من عند اولا، كدير 5 دراهم وكتعطينا كميه اللي هي كبيره. احتاجيت انا هنايا 3 ديال الباكيات، غادي من الاحسن يكونوا باردين مزيان باش يطلعوا معكم بسهوله. غادي نطربهم غير شويه، نضيف معاهم الكراميل اللي فايت حضرته معكم، وهذاك اللوز والسكر اللي مطحون وشويه ديال اللوز مهرمش ومحمر. غادي نكبوه في المول ديالي وندخلوه للمجمد من 4 السوايع حتى الليله كامله. نزينوه بشويه ديال اللوز ايفيلي وصوص كراميل، وبصحه والراحه.